او مصر كلها ما عندهاش خيار ان النادي الاهلي يتاهل ونادي الزمالك يتاهل ونادي انبي يتاهل حتى تستمر الحياه في حياه كره القدم. قرارات كنا مستنينا طبعا البيان ده، كنا مستنينه من النادي الاهلي. النادي الاهلي ومجلس ادارته شالوا الحوار من اوله وقالوا ان احنا هنجيب حقوق الناس ديت. الكويت لعبنا فيها ماتشات والحقيقة الواحد بيعتز بيها كدولة وبيعتز بيه النادي الأهلي مع كل الأندية الكويتية بصداقة وكثير. زي ما بقول إن احنا رحنا ولعبنا مباريات أكثر دولة يمكن في السنين الأخيرة كان مبارياتنا في الكويت يعني. بنشكر سيادتك على تشريفنا النهاردة. يعني نتمنى كل إن شاء الله الاستقرار والهدوء والأمان لمصر العزيزة. والحقيقة يعني يمكن تزامن مع الأحداث التي حدثت، الأحداث المؤسفة في بورسعيد، أن يعني كان هناك احتفالات الكويت بالعيد الوطني لهذا العام، فعادة ما نقوم حقيقة بإقامة حفل استقبال بهذه المناسبة، ولكن حقيقة نظرا للأحداث هذه رأينا أن نشارك الشعب المصري في أحزانه الحقيقة في ذلك الوقت، فرأينا أن نتوقف ونلغي هذا الاحتفال الذي كنا نقوم به، وأن نحول تكاليف هذا الاحتفال إلى أسر الشهداء. فلذلك حقيقة احنا يعني نتشرف بأن نأتي هنا ونقدم لكم يعني هذا يعني الشيء الرمزي في الحقيقة، وليس شيء كبير لكن شيء رمزي، أي بس يعبر الحقيقة عن مدى يعني محبة الشعب الكويتي ومحبة الكويت لمصر ولأهل مصر، ومشاركة منا لأهالي الشهداء في ذلك. فيعني يشرفنا أن نقدم كما قلت هذا المبلغ يعني البسيط، وهو من تكاليف العيد الوطني الذي حولناه إلى النادي الأهلي لأسر الشهداء. نادي القرن عندنا التنمية بتاعت السنة إن شاء الله قرون عديدة بإذن الله تعالى. بإذن الله. الحقيقة النهارده تشرفنا بسيادة السفير وشعور طيب طبعا من بلد الكويت الشقيقة، وبنشكره إن هو جه يعني وسانا في الحادث الأليم بتاع بورسعيد، وبنشكره إن هو عمل تبرع للشهداء يعني حساب الشهداء. هو يمكن بيقول حاجة جميلة أجمل من التبرع إن هو لغوا الحفلة العيد الوطني الكويتي ونتيجة الأحداث بتاعتنا، وأن نفس ما تم تكليفه في هذه من يعني التكاليف بتاعة الاحتفال العيد الوطني في مصر في السفارة الكويتية في مصر هو اللي اتبرعوا بيه. فده حاجة معناها قيم جدا بالنسبة لنا، ومعاها أن الشعب الكويتي بيشاركنا الأحزان كنادي الأهلي وجماهير مصر كلها، وبنشكره على هذه الروح وعلى هذا التصرف يعني. احنا طبعا احنا متشرفين الحقيقه بزياره النادي الاهلي، يعني هذا الصرح الكبير الحقيقه في مصر الشقيقه، ويعني ما قمنا به في الحقيقه هو مشاركه يعني ما بين اهل. احنا الحقيقه اوقفنا مثل ما تفضل الكابتن حسن الاحتفال يعني مشاركه من الكويت مع اخوانها في مصر، وتبرعنا بالتكاليف للشهداء، وهذا الحقيقة يعني شيء بسيط يعني ممكن أن نقدمه لأشقائنا في مصر. احنا الحقيقة جميع شهداء مصر يعزون علينا، والعام الماضي كذلك احنا أيضا أوقفنا احتفالنا وتبرعنا كذلك لشهداء الثورة. فيعني دائما احنا يعني مع الشعب المصري، ونتمنى إن شاء الله لهم كل التقدم وكل الاستقرار والأمان بإذن الله تعالى، ونتمنى للنادي إن شاء الله يعني انتصارات دائما، ويعني أن يعيش الجميع الحقيقة في سرور وفي علاقة يعني متميزة ومتعاونة ما بين الجميع إن شاء الله.
And I used Ola team for the promotion. Just with the plan. If they want to collaborate, make some problem. بقول لك مع اللعيبه ما عندوش مشكله. But talk with Said Abdelaziz first. يلا يمين. هنوحد الجري بقى. سلام ورحمة. فوق. هوب هوب. ارجع. هوب ارجع. اصبر اصبر ده حسين هوب. هوب ارجع. احسن شريك هوب. اخر ايوه كده. هوب عادي. هوب ارجع خدت لورا. احسن يا مؤمن هوب. اسرع لورا.
احسن يا مؤمن، هوب ارجع لورا. احسن، هوب احسن يا مؤمن، ارجع. احسن يا ولد، ممتاز، هوب احسن وجاي، ارجع ممتاز، هوب تمام، هوب ارجع تمام. ها اخر واحده. كويس، اسرع. 3 هوب ارجع يا عم جيد، هوب اسرع، هوب احسن، هوب ارجع، هوب اسرع ارجع. كمان واحدة، كمان واحدة يلا عشان تعملها كويس. هوب احسن، احسن واحدة كمان، هوب هاي اللي بعد. ارجع احسن يا عادل، هيك ارجع احسن عادل، كمان واحدة بس، كمان واحدة، هوب هاي يا ولد، ممتاز، هوب احسن كويس، ممتاز عليك، كويس عادل. رامي أسرع، هوب أسرع، هوب أسرع، هوب أسرع، هوب أسرع، هوب أسرع، أسرع. هوب أسرع، هوب أسرع، هوب أسرع، هوب كمان، هوب أسرع، هوب هوب كمان، هوب أسرع، آخر. هوب 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 وفوق، هوب وفوق، هوب وفوق، هوب وفوق، هوب آخر، هوب هوب وفوق، هوب وفوق، هوب وفوق، هوب كمان فوق، هوب فوق كمان 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 كمان، هوب هوب وفوق كمان، هوب. يلا عم الحاج
يلا مؤمن. ستوب. يلا عم شريف. والله احسن ولد هيك. والله اول مره تعملها. هوب اسرع هوب اسرع هوب اسرع هوب. عادي احسن هون. ايه يا ولد احسن يا ولد. احسن احسن. أنا طبعا أنا في النادي من سنة 78. يعني عاصرت الفريق مرتجي، وبعدين الكابتن صالح سليم، وبعدين كابتن حسن حمدي، وكل طبعا رئيس نادي ومجلس إدارته كلهم بيبقوا من أبناء النادي المخلصين وبيتفانوا في إن النادي يكون في أحسن حال. أنا طبعا متأكد إن كل القرارات دي اتدرست بشكل رائع وبعناية شديدة، وما تقالش الكلام ده إلا لما اتسأل في كل حاجة، عكس اللي حصل في اتحاد الكورة، إن كل حاجة اتعملت بشكل يعني كل القرارات اللي اتخذت بتاعة اتحاد الكورة فيها يعني عدم احترافية. كل القرارات اللي اتخذت في النادي الأهلي اتدرست كويس جدا، واتعمل حساب كل حاجة قبل ما نقول. زي ما شفنا امبارح في حديث الأستاذ محمود علام مدير النادي، فند ازاي ان كل قرارات اتحاد الكورة يعني ما هياش في مكانها ولا مدروسة ولا أي حاجة. وقرارات النادي الأهلي أنا متأكد، أنا بقول لك أنا في النادي الأهلي من سنة 78، يعني ده عمر طويل جدا، عارف إن ما فيش حاجة بتتاخد في النادي الأهلي، أي قرار ما بيتاخد في النادي الأهلي إلا مدروس بعناية شديدة ومعمول حساب كل حاجة. من وجهة نظر طبعا مجلس الإدارة وأعضاء المجلس اللي هم نوعيات ممتازة جدا وثقافة عالية جدا ومجموعة يعني متكاملة. كل مجالس إدارات النادي الأهلي من ساعة أنا ما اتواجدت في النادي من 78، الفريق مرتجي، كابتن صالح، كابتن عبده صالح الوحش الله يرحمه،
كابتن حسن حمدي، كل الناس بتاخد قراراتها بشكل مدروس وبشكل جماعي، مفيش حاجه بتتاخد بشكل فردي. كمان بنشوف اللقطات اللي واخدها حصري كاميرا النادي الاهلي والعاملين في النادي الاهلي. انا شايف ان هم ناس شاطرين جدا وعاملين حاجه رائعه. اللقطات اللي احنا شفناها امبارح واول امبارح في قناه النادي الاهلي بتاكد مصداقيه كل الكلام اللي احنا بنقوله على الاحداث، وكل الكلام اللي احنا يعني بنحاول نوصل للناس الحقيقه ان موت 74 شهيد من جماهير النادي الاهلي لازم يبقى فيه وقفه كبيره جدا زي ما النادي الاهلي وقف كده، وزي ما احنا بندي الداتا بتاعتنا اللي احنا يعني اجتهدنا فيها جدا وطلعناها للناس. اتمنى يكون قرارات حاسمه وتكون موازيه للفجيعه اللي حصلت في بورسعيد. هو التمرين النهارده يعني في بعض التحملات، بس الشده مش عاليه قوي عشان راجعين من راحه. زي ما انت شايف في حماس كبير جدا ما بين الحراس. طبعا شريف اداؤه في الفتره اللي فاتت الحمد لله بدانا نطمن جماهير النادي الاهلي. وانا كنت قلت ان يعني مش هيعدي وقت كبير الا وهيبقى في حارس مرمى يعني من النادي الاهلي في المنتخب. وهو ده الحديث اللي دار في الاسبوع اللي فات ما بيني وما بين كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب القومي. قال ان شريف بيلعب مباريات مع النادي وبيستعد بشكل جيد. هو ما عندوش فرصه، الحراس التانيين الحضري والشناوي ما عندهمش، انديتهم متوقفه والنشاط في انديتهم متوقف، فهو يعني حابب ان هم يدي لهم فرصه بما ان شريف بيلعب في ناديه. وكمان نتكلم على عبد الواحد السيد انه بيلعب في ناديه وماشيين بشكل جيد، لكن هم دول قوام المنتخب القومي، اذا كان حضري شريف الشناوي عبد الواحد السيد، او عبد الواحد السيد شريف الشناوي الحضري، او الشناوي الحضري شريف عبد الواحد، اللي هو يعني من وجهه نظره اللي هيتميز فيهم او اللي هيكون يعني في الفتره بتاعه الماتشات الرسميه، هو اللي يعني من وجهه نظره نمره واحد هو اللي هيكون بيلعب ان شاء الله. وانس المباراه خلصت احنا بنتكلم في المباراه اللي جايه. النادي الاهلي ما عندوش خيار غير التاهل، لانه او مصر كلها ما عندهاش خيار ان النادي الاهلي يتاهل ونادي الزمالك يتاهل ونادي انبي يتاهل، حتى تستمر الحياه في حياه كره القدم تبقى موجوده في مصر، لان من غير الثلاث انديه دول هيبقى في يعني صحراء جرداء في كره القدم في مصر. عايزين الثلاث فرق دول ان شاء الله ربنا يكرمهم ويتاهلوا عشان يبقى في امل ان يبقى في كره قدم في مصر تاني ان شاء الله. كان عندي شد في العضله الضمه، يعني الكلام ده بقاله مثلا بتاع 15 يوم من ساعه ما جيت من دبي، والحمد لله خفيت. جيت لعبت الماتش اللي فات بتاع اثيوبيا. طبعا الملعب اكنك بتلعب زي ما بيقولوا على السيراميك، ما بتلعبش على ملعب بنجيله، فاكيد دي لو حتى لو ما عندكش حاجه هيجيلك. جالي في اخر ربع ساعه جالي برضو شد في العضله الضمه. دكتور ايهاب دكتور ايهاب وكابتن سعد حفيظ كلم الناس بتوع المنتخب، قال لهم حسام عاشور كان فيه كذا كذا كذا، الحاجات اللي انا لسه قايلها دلوقتي دي. فبناء عليه كتب لي تقرير، ورحت وديته لدكتور طارق سليمان هناك في المنتخب، واديته لمستر برادلي كابتن زكي كان بيترجم، وكابتن ضياء طبعا هناك، وشرحت لهم الوضع بتاعي اللي انا رجليا الضمه وجعاني. فدكتور ايهاب دكتور طارق سليمان استنيته لغايه لما جه وكشف عليا، وبناء عليه برضو كتب تقرير وده للدكتور ايهاب ووديته له النهارده. اكيد طبعا يعني قرارات كنا مستنيين، طبعا البيان ده كنا مستنيين من النادي الاهلي من مجلس الاداره، اكيد بيان محترم جدا على القرارات اللي اتحاد الكوره خدها قبل الكلام ده كله. القرارات اللي خدها ما يناسبش الحدث اللي حصل، يعني 72 شهيد 74 شهيد ماتوا في بورسعيد. طبعا ده حاجه كبيره جدا، مأساة زي ما بيقولوا، كارثه زي ما بيقولوا، كارثه بمعنى الكلمه، ان هو يتخذ القرارات اللي الناس كلها شافتها وسمعتها، ما يناسبش خالص الحدث اللي حصل. بناء عليه الناس كلها رافضه الكلام اللي حصل ده والقرارات اللي حصلت دي. بناء عليه طبعا النادي الاهلي طلع بيان امبارح، بيان محترم جدا، بيان الناس كلها اشادت بيه، واحنا كلاعيبه كنا محتاجين ان احنا نسمع الكلام ده من الاداره. احنا ما ينفعش كنا نلعب خالص لما الناس دي كلها يجي لها حقها، والقرارات اللي اتاخدت دي ما ينفعش كانت تحصل.
ان شاء الله باذن الله نتمنى المسؤولين في اتحاد الكوره يرجعوا عن القرارات دي، عشان يعني كارثه، ما ينفعش كارثه يحصل فيها الحاجات اللي حصلت دي كلها. طبعا القرارات اللي اتخذت من اتحاد الكوره طبعا قرارات طبعا ما عجبتناش كلاعيبه كوره، كلاعيبه النادي الاهلي بالاخص، لان اللي راح ده جمهورنا. كنا طبعا بنفكر طبعا، بس كان عندنا مباراه طبعا، كل التفكير كان في الماتش طبعا. والجهاز الفني ومجلس الاداره الناس قالوا لنا ركزوا في المباراه، ما تكونوش دعوه باي حاجه، احنا هناخد قراراتنا، لكن انتوا ركزوا في المباراه، عندنا بطوله، دي هي البطوله بتاعت النادي الاهلي، ما تطلعش بره النادي الاهلي. وهو الكلام ده الصح يعني. الحمد لله نزلنا في المباراه، كنا مركزين جدا كلنا، والماتش عدى زي ما احنا عايزين. مجلس اداره النادي الاهلي الناس مش هتسكت يعني، مش هو ده القرار اللي هيريحهم يعني. اعتقد الناس مش ساكته، وصلوا القرار للفيفا والكلام دوت، لا لكن هم مش ساكتين. واحنا طبعا والناس الشهداء والناس اولياء الامور واثقين جدا في النادي الاهلي ومجلس ادارته شالوا الحوار من اوله، وقالوا ان احنا هنجيب حقوق الناس ديت. فاعتقد ان مجلس اداره النادي الاهلي مش ساكتين، بيردوا على الكلام دوت. واعتقد ان شاء الله ان هم هيجيبوا حقهم زي ما احنا عايزين، ان النادي الاهلي مش هيلعب زي ما هو اي دوري لما الحق يجي يعني. فاعتقد ان الحق هيجي طول ما مجلس اداره النادي الاهلي واقف بقوه ولاعيبه النادي الاهلي واقفه بقوه، اعتقد ان الحق هيرجع ان شاء الله. مش الارض بس، وحالتنا النفسيه كمان يعني. انت الحاجات اللي حصلت قبل كده طبعا دي كلها مؤثره عليك، حتى لو فات سنه يعني فات فتره، حتى لو فات اكتر من سنه كمان انت اكيد فاكرها، واكيد يعني هتبقى الحاجات دي جواك، فمش هتقدر تنساها. وانت كمان ما بتتمرنش يعني، ما بتتمرنش كويس، ما بتلعبش ماتشات وديه، ما بتلعبش ماتشات رسميه، فاكيد كل ده مأثر عليك. فاحنا الحمد لله قدرنا كلاعيبه وكجهاز نلم نفسنا، واللي احنا نتمرن كويس، والحمد لله برغم الصعوبات اللي احنا واجهناها هناك، اذا كان جو، اذا كان ملعب، كل ده الحمد لله قدرنا نتغلب عليه. وقدرنا ان احنا كنا رايحين هناك مش عشان نخسر او نتعادل، كنا رايحين عشان نكسب. وجات لنا كذا فرصه، بتاع 3 فرص ولا حاجه، اللي احنا نطلع بنتيجه ايجابيه، بس ربنا ما وفقش. وان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا الماتش اللي هنا باذن الله مع جمهورنا ان شاء الله لما يجي ويقازر ده، لو ان شاء الله باذن الله يسمحوا للجمهور يجي، ان شاء الله نعمل نتيجه طيبه ونصعد للدور الثاني ان شاء الله. هو المباراه طبعا كانت صعبه من اولها، من قبل ما نروح على اثيوبيا، واحنا كنا مصعبين موقف، كنا ما بنلعبش مطوشه وديه، طبعا ما كانش في مطوشه وديه. فالمباراه حسيت طبعا احساس الماتشات بتبقى غير احساس التدريب، احنا كنا بنتدرب بس، فرحنا على المباراه. طبعا قدرنا نلعب بروح النادي الاهلي، هي دي اللي جابت لنا النتيجه الايجابيه. لكن الجو الملعب كان مازال ان احنا بنعاني. طبعا بالنسبه للنزولي ده الحمد لله يعني، طبعا الف سلامه طبعا على الكابتن سيد. طبعا انا واحد من الناس زعلت طبعا، لكن هي دي ظروف الملعب، اي واحد كان مكانه كان هيتصاب يعني في المباراه، لكن هي دي الظروف لعيبه النادي الاهلي. احنا الحمد لله قلنا في الاول ان احنا كلنا بنكمل بعض، اذا كنت انا ولا سيد معوض او فتحي او شوقي، اي لعيب في النادي الاهلي بيكمل، بننزل برضو اللعيب ده بيلعب في النادي الاهلي بنكمل الحمد لله، بنجيب نتيجه ايجابيه بروحنا لكن كلاعب او كجهد او كبتاع، كل ده كان موجود في المباراه الحمد لله. وقدرنا الحمد لله ان احنا نبقى رجاله مع بعضينا من اول ما قبل المباراه يعني. احنا قعدنا مع بعض يا جماعه، احنا البطوله دي بتاعتنا مش هينفع نسيبها يعني. فالحمد لله، ودي هديه طبعا للناس اللي راحت مننا، اخواتنا اللي هم الشهداء. فاعتقد ان شاء الله ان الحمد لله الماتش عدى زي ما احنا عايزين، زي ما مستر مانويل طلب. كل لعيب موجود بينزل يثبت اللي بيأدي اللي عليه وبيثبت وجوده، واللي في الافضل هو اللي بيكمل يعني. التعادل 0-0 هناك يعني، لو جيت هنا لو دخل في الجون بيتحسب بره بجونين، فاكيد صعب. احنا بنحترم طبعا الفرقه، اذا كان قويه او ضعيفه طبعا بنحترمها، وبنحاول ان احنا نشتغل على ماتشات احنا بنشوفها لهم، نحاول ان احنا نشوف ايه نقط الضعف ونقط القوه اللي عندهم. ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نجتهد هنا وما نسهلش، ما نفتكرش الماتش سهل، الماتش صعب طبعا. ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نعدي الدور ده ونعدي الدور اللي جاي باذن الله، والحياه تمشي باذن الله، عشان انت عارف انت ما فيش دوري ولا في اي حاجه لسه، مفيش قرارات خالص. القرارات اللي اتاخدت دي مفيش لعب خالص، فانت الامل الوحيد ليك بطوله افريقيا. فلو طلعت من بطوله افريقيا
هتبقى صعبه طبعا الموضوع. المباراة هنا هتبقى يعني مش هتبقى أصعب من هناك طبعا، لأن ظروف الملعب وظروف الأرضية. الحمد لله احنا اللعيبة مركزة كويس. لكن بالنسبة للكلام لسه مفيش حاجة اتقالت طبعا، لسه راجعين لعيبة المنتخب في المنتخب. فأعتقد إن شاء الله إن احنا مركزين جدا، إن المباراة هنا عارفين إن المباراة دي ما فيهاش 1-0 أو لا، احنا إن شاء الله نخلص المباراة بدري، جون بدري يجي إن شاء الله يخلص الدنيا إن شاء الله. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان الجمهور يجي ويأزرنا. طبعا محتاجين لكل فرد هناك. طبعا زي ما قلت لك في اول الكلام مش هننسى الناس اللي ماتت، الناس اللي الشهداء اللي ماتوا طبعا مش هننساهم، دولت في قلبنا. بس ان شاء الله باذن الله يجوا ويشجعوا الفرقه ويأزروا الفرقه ان شاء الله باذن الله عشان نعدي من المرحله دي. نتمنى ان شاء الله لو في جمهور ان شاء الله. انا لسه ما اعرفش موضوع الجمهور ده، بس لو في جمهور ان شاء الله هيفيدنا كتير، لان احنا من غير الجمهور بتاع النادي الاهلي مش ما بنأديش الاداء اللي احنا المطلوب. لكن اعتقد ان شاء الله ان جمهورنا هيبقى موجود، لان جمهورنا ما بيتنازلش عن ماتشات النادي الاهلي، هيفضل واقف جنب النادي الاهلي لغايه ما ناخد البطوله ان شاء الله. فاعتقد ان شاء الله هيجي يشجعونا والحياه ترجع تاني. ده الواحد بيتمناه ان الجماهير ترجع تاني تحب بعض، وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله الفتره الجايه.